السلام عليكم ورحمة الله المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عالم التوأم. اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا نهار اليوم اللي هي حلوة اللي سهلة التحضير وبمقادير بسيطة واقتصادية. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. المقادير او المكونات اللي كنحتاج في هذه الحلوى اللي صراحة كتجي لذيذة وكتجي رائعة وسهلة التحضير، كتوجدوها في وقت قصير وكتجي لذيذة وكتجي مقرمشة وحلوة الزمن جميل اللي راه كان كيصايبوها الناس ديال الزمان. كانت كتجي لذيذة وسهلة التحضير. المكونات اللي كنحتاج عندي هنايا 125 غرام ديال الزبدة لذة انا استعملت، نتوما كيبقى لكم الاختيار. عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت وكاس ديال العنبه ديال السكر حبيبات، وعندي رشه ديال الملح وثلاثه البيضات. انا عندي هنايا البيض كبير، نتوما الا كان عندكم البيض صغير غادي تستعملوا 4 ديال البيضات. وعندي 2 اكياس ديال الفاني، والنكهه كتبقى اختياريه، تقدروا تنكهوها بقشور البرتقال او قشور الليمون. وعندي 2 اكياس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام. وعندي الدقيق نوعية جيدة خاص بالحلويات. غادي ندوزو لطريقة التحضير. كما شفتوا راه مكونات بسيطة وكتجي هاد الحلوى رائعة البنات وسهلة في التحضير، ما فيهاش كثرة المقادير ولا كثرة الزواق، سهلة دغيا كتوجدوها لوليداتكم. غادي نوضع الزبدة في القصعة وغادي نوضع عليها السكر حبيبات، وكنمعكو بهذه الطريقه. كندخل الزبده في السكر وغادي نضيف لهم الزيت باش يساعد الزبده باش تذوب لينا بسرعه، وكنخدموها بالكف ديال اليد حتى كتذوب لينا الزبده مع السكر ومع الزيت، وكتصبح على شكل بوماد. كما شفتوا راه كنبقى هكا مع الزبده حتى كتذوب. هاي الزبده كما شفتوا موضح لكم في لا فيديو كتولي بحال على شكل بوماد. عاد كنضيف ليها باقي المكونات. كنضيف 2 اكياس ديال الفاني او السكر بنكهه الفاني، كيبقى لكم الذوق الا بغيتو تستعملوا قشور الحامض. وغادي نضيف البيض. كنضيف البيض تدريجيا. غادي ضفت عفوا رشه ديال الملح اللي ما ضفتهاش في الاول. وغادي نضيف البيض بيضه تلو الاخرى. كنمعكو هاد البيضه ندخلوها في الزبده او الزيت بهذه الطريقه، وحنا كنمعكو باطراف اليد او اطراف الاصابع عفوا حتى كينسجم لينا البيض مع الزبده وكيوليو على شكل بوماد او كريمه. عاد كنضيفو الدقيق بالتدريج. كنتمنى تجربوا هذه الحلوى، راه سهله التحضير. وتخليو لي الاراء ديالكم في التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني وكتزيد بيا القدام. وكنشكركم جزيل الشكر، وكنقول لكم شكرا للمتتبعين القدام والمتتبعين الجداد. انا بكم باش كنستمر، وكنتمنى تستمروا في الدعم ديال هذه القناه الا كانت كتستحق الدعم. شكرا لكم بزاف المتتبعين ديالي القدام والجداد. كما شفتوا راني كنضيف الدقيق تدريجيا. وغادي نضيف 2 اكياس ديال خميره الحلويات من فئه 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام. كما شفتوا راه ما كنضيفوش الدقيق دفعه واحده، كنضيفوه بالتدريج حتى كنشوفوا الكميه ديال الدقيق اللي كتهز لينا هاد الحلوى ديالنا. انا راه عندي هنايا كيلو ديال الدقيق، راه غادي يشيط ليا منه، ما غاديش تهزوا ليا كله.
دائما الدقيق كيبقى على حساب الحجم ديال البيض ونوعية الدقيق. كما شفتوا راه تنجمعوها غير باطراف الاصابع بهذه الطريقه كما موضح لكم في الفيديو. وحنا كنضيفو مازال خاصها الدقيق، كنزيدو الدقيق وكندخلو داك الدقيق في العجين. كما شفتوا ها العجين جمعناه راه كتجي لينه وكتجي رطبه وكتساعدكم دغيا كتكور لكم باش تعرفوا ان العجينه ناجحه 100%. كتعطيكم كره ناعمه كتساعدكم في الخدمه ديالها. ساهله هاد الحلوه ودغيا كتوجدوها، راه ما فيهاش كثره تعقيدات. عندي هنايا طاوه ديال الفرن اللي سبق دهنت بالزيت ورشيتها بالدقيق. انا فضلت نوضعها في الطاوه مباشره بدون اوراق الزبده. نتوما الا بغيتو توضعوا اوراق الزبده كيبقى لكم الاختيار. كنكور الحلوى ديالي وكنوضعها في الطاوه. انا غنستعمل هاد المرشم اللي الصراحه كيعجبني انا، هاد المرشم وساهل دغيا كتصايبوا به كميه كثيره ديال الحلوى. نتوما كيبقى لكم الاختيار الا بغيتو تستعملوا اي طابع كتفضلوا او قطاعه كتفضلوها، راه كيبقى لكم الاختيار. انا حبيت نقاد هاد الحلوى ديالي بهاد القطاعه او هاد المرشم. هاد المرشم صراحه واخا قديم الديكور ديالو تيحمق. انا تيعجبني صراحه، كيعجبني بزاف هاد الديكور ديال هاد الطابع وما استغناش عليه، راه طابع قديم عندي ودائما كنحب هكا نقاد به الحلوى كيجي ساهل. بالنسبه للحلوى راه وضعتها في الفران على درجه الحراره 180. شعلت من التحت حتى طابت الحلوى، عاد طلعتها الفوق تحمر لها الوجه ديالها، كيجي مذهب كيجي رائع. يمكن لكم هاد الحفيرات ديال الحلوى تعمروهم بالشوكولاط الابيض او الاسود. انا راه غادي نعمرها بالتعليكه ديال الصابلي اللي استعملت فيها 4 ديال الملاعق ديال الناباج عفوا، وجوج ديال الملاعق ديال الجليكوز، واستعملت فيهم النكهه ديال الفريز. كنوضع الكل فوق النار حتى كيسخن داك الناباج والجليكوز. بعد ما كيسخنوا كان مع التحريك المستمر كنضيف ليهم 4 ديال القطع ديال الشوكولاته حتى كيبردوا. كنوضعهم في هذه القاروره اللي كتساعدني صراحه في التزيين، كتجيني سهله وعمليه. كما شفتوا راه كنزين الصابلي الحلوه ديالي بطريقه سهله وكتجي الديكور رائع. تقدروا ديروا النكهه في بلاصه ما انا درت النكهه ديال الفريز، ديروا نتوما النكهه ديال الحامض حتى هي كتجي رائعه. النكهه الحامض تقدروا كما قلت لكم الشوكولاط الابيض او الشوكولاط الاسود. انا كل مره على حساب باش كنزينها من الفوق، كيبقى لكم الاختيار. تقدروا ديروا الشوكولاط الابيض ترشوا فوق منها حبيبات ديال البافو، تما كيعطي واحد الجماليه لهاد الحلوه. التصوير صراحه البنات ما عطاهاش حقها، ما هي جات رائعه لا في اللون ولا في الشكل. جا الشكل ديالها غزال، جات مذهبه. كما شفتوا راني غنكمل تزيين هاد الحلوه وغادي نرجع معكم ان شاء الله نتلاقاو في طبق التقديم او الشكل النهائي ديال هاد الحلوه. الى عجبتكم الحلوه ديالي ما تنساوش تدعموني بلايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع. والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله والى وصفه اخرى ان شاء الله.